السلام عليكم يا اساطير، اتمنى تكونوا بصحه جيده. معكم زياد اوس سموكر من قناه متسابق الالعاب، ورجعنا لكم اليوم بمقطع جديد اسطوري. طبعا طلبتوه كثير فاحنا حبينا انه نسوي لكم فيديو. معنا اخونا الماني جي ار زد الماني الاسطوري اللي يا هلا. بقدم لكم البثوث والتكتيكات الاسطوريه. حياك يا الله هلا اخوي يا الماني. هلا بالشباب، حياك الله ارحبوا يا اخوي. نورين. حياك الله. والله اول شيء بنحب نتشكرك على الاداء الحلو والاسطوري والتكتيكات الاسطوريه بالجيم بلاي، يعني بنتعلم منك اخونا ان شاء الماني الله يا حبيب كبير، ان القلب. شاء الله ان شاء الله نعطي اداء افضل من الموجود. ان حبايب شاء القلب، الله باذن الله. اخواننا يلي بتشاهدونا، تحياتي لكم. الحمد لله رب العالمين وبفضل الله استلمت بثوث زياد بصفحه الجار زد جيمنج. ان شاء الله انه نال اعجابكم في كل ما نقدمه اتجاه هذه الصفحه وهذا المنبر. حبايب القلب، ان شاء اهلا الله وسهلا باذن الله. فيكم جيش الاساطير. انا اتشرف بكم فردا فردا، تحياتي لكم. حياك الله الماني. الله يحييك. طبعا كثير من الشباب على البث عند الماني كل ما يجوا بيسألوا شو منظورك، شو حسيتك، شو بتلعب، ورجينا التكتيكات، علمنا كم من شغله. فان شاء الله بهذا الفيديو يا حبايب القلب راح نورجيكم الماني، راح يشرح لكم شرح كامل ان شاء الله كيف يظبط، كيف ايش المنظور اللي بيلعب عليه هو، وشو الحساسيه اللي بيستعملها، وكيف طريقة التكتيك تبعه لما مثلا يكون كلوز او يكون بيلعب على اللونج، كيف راح يورجيك الدي بي اي من دي بي اي راح يختلف ان شاء الله الامور باذن الله. فاتمنى يا اساطير اذا اول مره تشوف القناه تدعمونا باللايك الاسطوري، تشتركوا بالقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم اجدد الفيديوهات حبايب القلب. وطبعا هلا خلي الماني يشرح لكم بشكل كامل متكامل ان شاء الله. الفويس معك يا اخوي الماني، تفضل. يا حبيب القلب، ارحبوا جيش الاساطير، تحياتي لكم من وين ما بتتابعونا. كل الحب والاحترام لحضراتكم. حبايب القلب، بالنسبه للمنظور انا بلعب ريزوليوشن 1920 في 1440، تمام. وبالنسبه للدي بي اي انا بلعب حساسيه هابطه وبلعب دي بي اي 1700. وفي حركه بنعملها واحنا نلعب كلوز، بنرفع دي بي اي لل 1900 وهو عن طريق كبسه زر الماوس. هسا ما بعرف شو ماوسك عزيزي اللي بتشاهد، بس انا عندي حركه وتعودت عليها انه خلص هاي عندي هيك 1700، لما العب كلوز برفع كبسه واحده بتصير دايركت 1900. هذا الاشي بيساعدك على انه يكون كلوزك اسطوري، لعبك ادائك خرافي، كويكاتك سريعه في الكلوز. لكن في المسافات المتوسطه واللي بعيد يا حبيبي المشاهد حتكون ايمك اسطوري وشقاق بكل ما تحمله الكلمه. ما شاء الله، واحنا كل شفنا هذا الاشي التحيات. كمان يا اخوي الماني على البث المباشر، والله كفو عليك. كل الحب. استعرضنا من منظور من المحاكي وكيف يركبوه على النفيديا وان شاء الله الامور طيبه باذن الله. ورجيهم الدي بي اي تبعت الماوس لوجيتك. طبعا اخونا الماني عنده ماوس لوجيتك. نعم صحيح. طبعا ماوسات لوجيتك على الاغلب بتكون كلياتها نفس الاشي، اختلاف حسب بسيط. إنه مثلًا اختلاف بسيط. طبعًا هون الفكرة إنه راح يورجيكم ألماني إنه في كبسة بتكون عندكم هون، اللي بتخلّيكم إنكم تعمل switch بين DPI معيّن مثلًا من 1000 من 800 وتنتقل. مثلًا، ايوه. وتنتقل فيه لهيك. يعني مثلًا بروفايل 1 بروفايلتين، كل ما تضغط على الضغطة ممكن إنه ينزل. مثلًا أنا عندي ماوس 502 هيرو، طبعًا أنا عندي بس ضغطة واحدة، أخونا الألماني عنده ضغطتين، واحدة يرجع وواحدة يقدّم. نعم صحيح. فكل ماوس بيختلف عن الماوس الثاني، فهاي الفكرة. وطبعًا إن شاء الله كمان راح نعطيكم كمان حساسية للي ما عندهمش ماوسات احترافية أو يكون في عندها software. إن شاء الله راح نقدم لكم إن شاء الله فيديو آخر. فأنا هذا الفيديو بس كان نورجيكم كيف الحساسية تبعت ألماني والمنظور تبع ألماني، لأنه كثير سألتوني عن هذا الموضوع حبايب القلب. ونخلي المايك مع أخونا ألماني، تفضل أخوي ألماني. قول يا رب. طبعا يا رب. حبيبي اخوي اللي بتشاهدنا، اول شغله بدك تعملها بتروح على نيفيديا، تمام. هسا لما تفوت على نيفيديا بتروح على الكستمايز، حلو، وبتضيف منظورك من هون، تمام. بتشيك بتحط 1920 في 1440 وتحت بتحط الهرزات تاعت الشاشه اللي عندك، تعمل تيست، تمام. فتلقائيا بنزل عندك المنظور هنا، بتعطيه ابلاي، اوكي، فدايركت ممكن باخذ. إنه ما يتطبقش معك هون، اذا ما بتروح على تطبق، الديسبلاي سيتنج. نعم صحيح، اذا ما تطبق عزيزي المشاهد بتروح بتتوجه على الديسبلاي، بتروح بتلاقيه في الخانه هون. واذا في حال ما توفر معك انه الريزوليوشن ياخذ في الشاشه الموجوده يمك، بتروح على الادفانس، تمام، وبتاخذ على هذا الديسبلاي فوق الخيار ديسبلاي وبتعطي هذا الخيار، بتنزل تحت بتلاقي الخيار المنظور كبير. الريزوليوشن اللي احنا بنقدم لكم اياه الان، تعطيه ابلاي، اوكي، تمام. هذا موضوع للريزوليوشن.
شكرا عزيزي المشاهد. اما الان بنعطيك موضوع الدي بي اي. تمام، شوف عشان اكون واضح وصريح معك، انا حسيتي هابطه. تمام، انا ما بلعب على الدي بي اي من داخل الماوس، لكن شو بسوي؟ انا بتحكم في الماوس زي ما بدي. تمام، بدخل بعير الدي بي اي اللي بدي اياه الموجود في الخط تاع الدي بي اي. تمام، عندي 400، عندي 800، عندي 1600، عندي 2100. طبعا انا عشان اكون واضح وصريح معك، انا في الكلوز بلعب 1600 لل 2100. تمام، مسافات متوسطة بعيد بلعب ال 1600، قريب جدا يعني خلص 3 متر، مترين، 4 متر يمك، يعني اللاعب قدامك برفع دي بي اي على كبسة واحدة. شايف؟ طيب هاي شو السبب اللي كبسة. بترفع الدي بي اي ل 2100؟ ممكن تشرح لنا يا اخوي الماني؟ هسا زياد، لما تكون تلعب كلوز مش لما تكون تلعب مهم. بعيد. بعيد بدك ايم ثابت، مهم. كلوز بدك ايم يعني اللاعب اذا اعطاك دوج يمين يسار بدك تقدر تلحقه. ما بتقدر تلعب معه حسي وسط، بدك تعطيه حسي عاليه اللي تقدر انت بلمحه ايدك هيك تلفها شوي تبقى لاحق اللاعب اللي ضدك. فهذا اشي مهم. مهم. انا بالنسبه إلي كالماني بعتمد هذا التكتيك في لعب حلو الكلوز. والله. تمام، نايس وفي والله لعب فكرة. البعيد، في البعيد برجع ل 1600. يعني انا بقدر اوصلها للمشاهد انه مسافه متوسطه لمسافه بعيده بلعب 1600 دي بي اي، لكن قريب ما بقدر العب الا 2100 2000. فعزيزي المشاهد لازم تختار الدي بي اي من جوا الماوس، برنامج الماوس، سواء كانت لوجيتك او غير الماوس اللوجيتك. فانا برجع بعطل الماوس تمام من جوا، شايف؟ عشان تكون واضحه امامك هيك. انا مهم. سفرت الماوس. حلو، هاي دي بي اي ال 400 اللي كان قدامك على الشاشه. هيك 800. تمام، هيك 1600 كمان كبسه. هيك انا بلعب 2100. تمام، الكبسة هاي قصدك الموجودة عندك هون بالشكل الماوس؟ نعم صحيح، اللي هي هاي بترجع وهاي بتقدم. فانا بختار هاي وبرجع لها. تمام، فهذا كل ما هو في الموضوع حبايبي القلب. وامور التكتيك بالنسبه للي شفتوه باللايف واللي ناس حبت امور التكتيك اللي بنقدمها، ترى يا اخوان انصح كل لاعب ببجي اللي بيلعب من سيزون اول وثاني وثالث يختار سكواد. سكواد يكون كفو، سكواد يقدر هو يعطيهم انفو. وبرضه انت اللي ماسك اي جي ال بدك تكون ذوي خبره في اللعبه، وكيف تلعب مع الخصم كلوز، تسحبه زاويه صعبه، زاويه مش صعبه، وامتى تبش امتى ما تبش. بتكون ادائك اسطوري ان شاء الله، بتقوي حالك. وشكرا طبعا حبايبي هذا كل القلب. شيء ان شاء الله راح يتعلموا عليه ان شاء الله مع البثوث تبعتك الاسطوريه. ان شاء الله. والفكره من الدي بي اي العالي بالكلوز بحيث انه يعمل لك رده فعل سريعه. نعم اللي صحيح. فهمته انه يعمل لك رده فعل سريعه بالكلوز، بحيث انك انت تقدر انك انت توقع اكثر من واحد. بحيث انه اللي قدامك ما يقدر يتنفس معك على السريع، تكون اكيد موقع السكواد على السريع نوك، وزي ما احنا اكيد شفنا يعني اكيد. التتبيلات الاسطوريه والله. بارك نعم الله صحيح، فيك. شكرا حبايب القلب. ولازم كل واحد بيلعب هاي اللعبة وبيختار موضوع انه يصير ستريمر لازم يشتغل على حاله ولازم يتعب. وكل الحب لجيش الاساطير عند اخونا زياد. حياك بتمنى يا قلبي. تشرفونا كل يوم على الساعة 9 المساء بتوقيت الأردن والسعودية. تتواجدوا معنا باللايف الأسطوري. عندنا لايف فيكتور، شخصية فيكتور والكوارث اللي بيسويها. وفيك تتابعنا بالأداء الأسطوري والتكتيك العالي، وكيف تسحب الوينر من أدخن شارب تركي. غير هيك ما أقدرش أقول لك. بالضبط. الله يكفو عليك. عاش. طبعًا إن شاء الله يعني هلأ بعد شرحناه بهذا الفيديو المنظور اللي بيستعمله ألماني، طبعًا استعرض لهم الحساسية تبعتك من بعد إذنك أخونا ألماني، أكيد أنا هي طبعا راح أعطيكم كود الحساسية وكود والكود المخفض الأزرار. إن شاء الله. وبتمنى انكم تتبعوا هاي يا اخوان، هاي الاعدادات العامة عشان تكون امورك طيبة. تمام، يعني في شغلات بتساعدك تكون مع صاحبك تفايت. هاي الاوتومارك يعني صاحبك بطخها واحد تطلع لك الاشارة دايركت بدون ما تقول له وينه وابصر شو تعجب حالك لا، في اختصارات هانا كتير بتعجبك. اللهم انه انت هان شو بتحب. هانا امور البيكات بتحب انت كبسة ترجع، كبسة تضرب ويرجع، انت كيف بتحب تختار هون. وبالنسبة لكود الحساسية، أنا هاي الحساسية اللي بلعب عليها. تمام، واللهم صل على سيدنا محمد. برجع بشارك لك الكود عزيزي المشاهد. بارك الله وبالنسبة فيك. لأمور الكبسات أخوي إن شاء الله كله راح وصديقي، تلاقوه على قناة التليجرام، وراح إن شاء نخلي لكم الله إياه من أول ما ينزل
الفيديو راح نعطيكم الاكواد ان شاء الله ان كامله شاء باذن الله الله. باذن الله بإذن تعالى. وهنا زر الاكواد حبايبنا، فيك كل بس شيء تحط شغال الزر، كل شيء بالمنظور، كل شغال، شيء كل شيء ما شاء الله. حلو. تمام، امور طيبه يعني. شو بدهم اكثر من هيك؟ انا جاهز. وفي شغله لازم تفهمها حبيبي، البيك اب. تمام، البيك اب. شوف البيك اب، انا مثلا بحب الايكي بكذا بدون سكوب، الجروزا بحب عليه سكوب. فانت عزيزي المشاهد ادخل حط الاتاشمنت تاعك، حط السلاح اللي بتحبه، شو ينحط عليه سكوبات شو ما ينحطش. فهذا اشي كثير بيساعدك. ممكن انت تكون محشور كلوز وبدك تلوت سريع، فدايركت بيحمل السلاح وشو الاتاشمنت تاعه بدون ما انت بتدور ياخذ منك وقت. فالسرعه في اللعب مطلوبه عشان تعطي ردة فعل قوية. حلو والله، هذا بارك الله فيك حبيبي اخوي زياد. الماني. اتمنى تكونوا استفدتوا يا اخوان من النصائح اللي اعطانا اياها اخونا الماني، وانا اول واحد ان شاء الله راح استفيد من هاي الشغلات ونجربها مع بعض ان شاء الله. واكتبوا لنا تحت بالتعليقات شو رايكم الشغلات بعد ما انتم تطبقوها صح 100%. طبعا هلا راح اخليكم هلا مع جيم بلاي ان شاء الله لاخونا الماني، كيف التكتيكات، كيف الحركه، كيف يدبل سكوادات. وان شاء الله تستمتعوا يا اخوان بالجيم بلاي الاسطوري. بشكرك اخوي الماني من كل قلبي حبيب على القلب دعمك الله يسعدك. وتعبك. والله يعطيك ألف ألف عافية الله أخوي، يعافيك. وما بتقصّر والله يعني. وإن شاء الله بإذن الله إحنا احنا مش راح بالخدمة نقصّر معكم زياد. حبايب القلب. والله حبيب القلب أخوي الماني. شباب، شباب تفضل الماني. بالنسبة زياد لأي واحد بده مساعدة بالديسكورد احنا ويجي عن طريق اللايف، اخوي انا في اللايف في عندي سبورت موجود، بس قل لي انا بدي مساعدة تمام، بخليك تفوت الديسكورد، فدايركت الشاب بيجيك بقول لك تفضل عزيزي المتابع شو بتحب، احنا جاهزين تمام. فهذا بارك الله شيء فيك. والله العظيم قليل جدا من الناس اليوتيوبرية المهتمة في هذا الموضوع. احنا بنعطيك أداة، بنعطيك مساعدة وتصليح أجهزة الجيم لوب بجميعها، وبنعطيك شخصية فيكتور، وبنعطيك يعني لايفنا أسطوري أسطوري يا إخوان. والله بتمنى تيجوا تتابعونا، والحمد لله رب العالمين. من تواضع لله الله برفعه، ومحبة الناس أقسم بالله يا إخوان رزقة ونعمة، وأنا بعتبرها الحمد لله رب العالمين شيء عظيم، شيء عظيم، وربنا يكرمكم اياها يا اخوان. طبعا يا اخوان هون بالنهايه بنكون وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى انكم تستمتعوا بالجيم بلاي الاسطوري اللي راح نقدمه ان شاء الله حبايب القلب. وطبعا ما تنسونا يا اخوان من دعمكم، لانه دعمكم جدا 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 ضروري لاستمراريتنا يا اخوان في اللايفات والفيديوهات والشروحات والشغلات الاسطوريه اللي بننزلكم اياها ان شاء الله. طبعا كان معكم اخوكم زياد او سموكر من قناه متسابق الالعاب، واخونا الماني بارك الله فيك ويسلم ايديك على حبايب القلب، حبايب النصائح، القلب وبارك والله. الله فيك يا اخوي. شكرا شكرا لك. وتفضلوا معنا على اللايف ان شاء الله اليوم، نستناكم حبايب القلب. بنشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهد ممتع يا اساطير. بلعوا لا 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 والله شلقنا. نرجع الهن اه الحين وطن. اشلك اوكي. لا 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 تشلفش تشلفش تشلفش. اعطيني سبورت من الريفايف اللي غاد بس. تنزل ريفايف، تنزل الريفايف اللي وراه. احمد تنزل بيت الازرق الطويل. منذر انا بنزل بيت سولو، انت بتاخذ البيت القرميد احمر الطويل، عرفته؟ ايانه هذا البيت الاحمر اللي قدام، مش اللي قدام السولو اللي بعديه يا منذر. شفته يا خالد عرفت. خلاص شكرا، هسه نقسم حالنا ننزل نطبقها. وحش وطن. جيب لي الذئابه. قدم هون، قدم هون منذر. Marked a location. قاعد قدم وطن. وطن جيب يا الوطن. ضل واحد. مين وطن يا زلمه؟ فكرت ادخل له خلصتون؟